السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. هنا جبت لكم وصفة تشارك العريان، وصفة جزائرية تقليدية ناجحة 100%. يعني دوكا حنقسم معاكم ولا نبارطاجي معاكم الوصفه ديالي. يعني انا كيفاش نعملو، كاين بزاف وصفات ولكن انا نعتمد على هذه الوصفه هذه. درت 3 كيلات فارينه، درت سكر غلاس نص كيله، فوالا نص كيله، درت قريصه ومن بعد زدت مغرفه تاع سكر غلاس، درت قريصه تاع الملح، درت الفانيليا ودرت بشور الليمون اللي هو لو زيست دو سيترون. هنا سامحوني ما فيلميتش، درت المارغارين ماشي دايبه، يعني غامولي، درتها كانت على درجه حراره المطبخ وعملتها فرغتها كامل في الكيله تاعي، وقاعده نصابلي في هذيك لاباط. تحبوا بالغرام درت 750 فارينه ودرت 250 مارغارين، فوالا، وطميت بالحليب. راكم تلاحظوا ما فيهش خميره تاع الحلوه، ما فيهش خميره الحلوه وما فيهش ولاد الدجاج، ما نديرلوش ولاد الدجاج لداخل، وصدقوني يجي هايل ويجي دوب. بالك لاحظتوا تاني ما من المزهر ما عملتلوش، نعمل المزهر غير في العقده تاع اللوز. فوالا هنا طميت العجينه، ما لازمش نعجنوها، طميتها وخليتها تريح، ضروري تريح العجينه تاعنا بالاقل ساعتين. فوالا هنايا راني نوجد في العقده تاع اللوز بعد ما حمصت اللوز شويه ولا لون ذهبي دوغي. درت 3 كيلات لوز ونص كيله سكر اون بودر ولا سكر كريستاليزي والقريفه، ودرت له شويه تاع السمن، فوالا شويه تاع السمن، ونرش غير بالعقل برك الماء زهر، وعجنتها العقده تاعي، عجنتها مليح حتى وين ذوبت هذاك السكر باش العقده تقعد لي ديما طريه في الحلوه تاعي. عجنتها مليح كيما راكم تشوفوا، ما نديروش بزاف الماء زهر حتى وين تحصلوا على عجينه تاع العقده. هنا بعد ما ريحت العجينه تاعي جبتها من الفريجيدير وقاعده ندير في لي بول تاع التشارك. دي بول صغار هكذا، دي بول صغار. المهم ما نقدرش نقول لكم يعني الغراماج تاع لي بول، خاطر من بعد يتحلوا ونحلوه رقيق، ايبي كل وحده والطابع تاعها، كل وحده ولا الاخر تاعها تاع لو مول تاع التشارك. انا حكمت لابول تاعي، حكمت عود رشتها ولا الحلال، وراني نحل في العجينه تاعي، نحلها رقيقه فريمون، نحلها فينمون، وندير لو مول تاعي. اللي ما عندهاش هاد لو مول تقطع كارطون هكذايا، دير ان تريانغل ولا شكل ثلاثي ودير بالجريوره نورمال. فوالا ندير حريبش صغير تاع اللوز ونقعد ندور في التشارك تاعي بهذا الشكل باش يجيني التشارك يجيني فويتي. فوالا هنا فضلت حتى كي كملته كامل، خليت يعني حتى وين كملته بيان سور. من بعد شعلت الفوغ تاعي، شعلت الفرن تاعي على درجه 180 درجه حطيته يطيب يعني في غردو. خدالي وقته. هنا حكمت بطبيعه الحال حبه ولاد الدجاج، ضربتها مليح ودرتها في اللوز كونكاسي، يجي خشيشن شويه داك اللوز. فوالا والله كي حطيته يطيب صدقوني ديك الريحه، ريحه المزهر وريحه القارص وريحه لافاني جات فريمون جاي شاهي ما شاء الله. هنا بعد ما كملته كامل سقمته وغلقت له كامل رجليه، يعني باش يقعد الشكل تاعو هو وهايليك النتيجه. صدقوني وصفه اكثر من رائعه، نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، وماذا بيا تخليوا لي تعليق، ما تنساوش تفعلوا الجرس تاعكم باش يلحقوكم جديد، ونقول لكم الصحة والهنا إن شاء الله. السلام عليكم، في أمان الله. اللهم أنا تولون görüşürüz. سلام.